السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم اوراق ديول المتبل، يعني اللي يحب يدير لها التوابل اللي يدير لها. هنايا عندي نص قرفيه تاع سميد ونص قرفيه تاع فرينه. سميد يعني راه يبان لكم شويه بصح راه هبط لي لتحت كما راكم تشوفوها. نزيدوا عليها مغرفه تاع ملح صغيره ونص مغرفه تاع فلفل عكري حلو مع شويه تاع الفلفل الاسود، ولكم الاختيار كل واحد واش يحب يتبل اوراق ديول تاعو. هكذا عندي هنايا نصف فنجان تاع زيت المائده، وعندي حبه بيض حبيباتي هكذا كما راكم تشوفوا، ونجيبوا نكملوها بالماء يعني من الحنفيه ماشي سخون. والخليط اللي حضرناه حبيباتي خرج لنا حوالي 16 ورقه تاع ديول، يعني بسم الله ما شاء الله كميه يعني معتبره لاباس بها. الوحده كي تحضرها هكذا حتى واذا ما طيبيهاش عفوا على ضربه ولا على مره، تخلي الخليط تاعك في هذيك العلبه طيبيها على 2 مرات. طيبي اليوم قسمه تاكل العائله تاعك، وغدوه من ذاك ثاني تعاودي طيبي. واللي عندها عائله كبيره الله يبارك تقدر هذا الخليط يعني يجيها سوا ما شاء الله، ياكلوا كامل زوج ولا. المهم الواحد يتهنى من الديول تاع الشريه، وحتى واذا شريتو ديول يكون يعني خاص بالمعسلات، نديروها محنشه نديروها دي سيجار. المهم هذه هي. والحجم تاع الاوراق هنا حبيباتي حجم كبير، يعني بالنسبه للمقله اللي عندي. المقله اللي عندي كبيره، واللي عندها المقلاه تاعها صغيره اكيد راح تخرج لها 31 حتى 32 ورقه. تبعوا معايا الفيديو للاخير ونشوفوا مع بعض كيفاش كملت هذو الاوراق. رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له، بشراك مغفرة بغير حساب. هذه هي حبيباتي، هذه الوصفة أكيد من أنجح وأسهل الوصفات اللي راح تديروها لأوراق ديول، خاصة المبتدئات. ما لازمش كامل يخافوا ولا يهابوا أنهم يديروا ديول. كاين بزاف اللي نقولهم على ما تخدموش اوراق ديول في المنزل، يقول والله غير هبناهم خفنا يخسروا لنا. ما يخسروا ما والو يا اختي، كي يخسروا لكم زيدوا لهم شويه فرينه طيبوهم كيما لي كراب ولا بغرير، هذا ما كان حاجه ما تخسر حبيباتي. اكيد المره الاولى بالك اذا تغلب عليك الخوف بالك تخسر لك المره الاولى والثانيه، ولكن صدقوني انه المره الثالثه اكيد راح تنجح لكم. فقط طبقوا المقادير هذو اللي درتهم انا، حاجه ما هي ناقصه ولا زايده ابار. اذا حبيتوا تبدلوا في التوابل نتوما احرار، كاين اللي يحب يدير الفلفل العكري الحار، وكاين اللي يحب يدير زعيطره، وكاين اللي يحب يدير فلفل اسود وحده. انتم احرار في اختيار التوابل تاعكم. هكا حبيباتي، هنا لحقنا لاخر الفيديو حبيباتي. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم اكيد ما تنساونيش من الاعجاب وتعليق شباب تحفزوني فيه. ماذا بيا ايضا البارطاج. بارك الله فيكم. ما عليا غير نقول لكم رمضان كريم، الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.